تعرفنا بداية الفيلم بتانيا التي تهدد بعد أن أساءت معلمتها معاملتها بتدمير حياتها. انكشفت ما حدث لأي شخص. في المشهد التالي تجلس تانيا تحت شجرة تبكي عندما تقترب منها كيلا، وهي فتاة أصغر سنا بدافع الفضول. عندما ترى تانيا في هذه الحالة تقدم لها مصاصة، موضحة أن والدتها تعطيها إياها عندما تكون حزينة. إذا كانت المصاصة قادرة على شفاء صدمات الناس، فعلى أحدهم أن يبرر ذلك. بامتنان تقدم تانيا نفسها، ويتبادلان محادثة قصيرة حتى اضطرت كيلا إلى المغادرة. بعد سنوات نرى تانيا قد كبرت وأصبحت امرأة جميلة معلمة أيضا. نراها تمشي في ممرات المدرسة حتى تصل إلى فصلها، حيث ينتظرها روبرت أحد طلابها. بعد انتهاء الفصل تلحق روبن بمعلمته لتمدح ابتسامتها الجميلة، وتشير إلى أنها لطيفة لأنها دائما ما تبتسم على عكس المعلمين الآخرين. لكن ما يلفت الانتباه أكثر هو نظرة الأمل الواضحة على وجه الصبي. في تلك الليلة حلم روبن بمعلمته وداعب نفسه في نومه وهو يفكر بتانيا بفظاظة. استمر هذا حتى نادته والدته على العشاء. استيقظ الشاب مرتبكا تماما. في اليوم التالي وصل روبن متأخرا إلى المدرسة وواجه كيلا التي عاتبته على تأخره وهددته بمنعه كونها رئيسة الفصل. أخيرا عندما وصلت تانيا سمحت كيلا للشاب بالدخول. لاحقا في حصة الخبز مازحت تانيا روبن بشأن الدقيق على وجهه، فمسحته وعلمته كيفية عجن العجين. في تلك اللحظة أصدرت كيلا صوتا عاليا معبرة عن انزعاجها من هذا الحديث، لكن تانيا لم تعره اهتماما. في نهاية اليوم ظهرت على روبن علامات الحب عندما وجدته تانيا يشرب الصودا، وأخبرته أن يعتني بنفسه. أكد لها الصبي أنه سيعتني بنفسه ليتزوجها. اعتبرت تانيا الأمر مزحة، فضحكت ودعته للعودة إلى المنزل بعد أن غادر الجميع. في تلك اللحظة سخرت كيلا من روبن لرفض المعلمة له، مما أغضبه. أخذت القصة منعطفا غير متوقع عندما كان روبن يتجول في الحرم المدرسي ليلا، واكتشف أن كيلا وتانيا يتبادلان القبلات، منتهكا بذلك تماما القاعدة التي قيلت له عن الطلاب والمعلمين. فوجئ روبن فقرر تسجيل اللقاء. في الحصة التالية انتظر روبن مغادرة جميع الطلاب واقترب من تانيا وأخبرها أنه يعرف سرها وأراها الفيديو. ولما لم يكن أمامها خيار آخر طلبت منه المعلمة العودة إلى المنزل سيرا على الأقدام. وعندما وصل دعوته إلى الداخل للحديث عما حدث. وكما هو متوقع سألها الصبي عن علاقتهما، راغبا في معرفة ما إذا كانا يتواعدان. أوضحت تانيا أنها تعرف كيلا منذ سنوات عديدة حتى قبل أن تصبح معلمة، وأنهما قررا إقامة علاقة قبل عام. ولإشباع تعاطف الصبي طلبت منه ألا يخبر أحدا بما رآه. ولسوء حظها كان روبن متلاعبا وأخبرها أنه سيبلغ عنها. بعد أن اكتشف روبن قوة الابتزاز ستنتهي حياته نهاية سيئة. لم يترك هذا لتانيا خيارا سوى استغلال رغبة الشاب بها، لذا قبلت المعلمة تلميذها وقربته منها، وحرصت على صمته بشأن علاقته بكيلا. في اليوم التالي وصل روبن إلى المدرسة والتقى بكيلا التي صنعت له سخرية لاذعة، على الرغم من أن الفتاة لم تفهم. لاحقا التقت كيلا بتانيا وسألتها إن كان هناك أي شيء لا تعرفه. طلبت منها المعلمة التركيز على الامتحانات، ومع ذلك أصرت كيلا على أن يعلم الفصل بأكمله أن روبن معجب بها، مما جعل المرأة تعترف بأنه على دراية بما يحدث بينهما، ثم أكدت لها أنه سيهتم بالأمر. عندما سألتها كيلا كيف، طلبت منها تانيا ببساطة أن تثق بها، هكذا ببساطة. ثم رأينا تانيا تقترب من كيلا، ولكن أيضا من روبن، حتى أنها وقفت في نفس المكان لتتأكد من هدوء الصبي. لاحقا اقترب روبن من كيلا على شرفة المدرسة. سخر منها على الفور، مما يعني أنه ربما لم يستطع تسجيل هدف في الليلة السابقة، مضيفا أنه من ناحية أخرى سجل هدفا. عندما نظرت إليه الشابة أبدى روبن تعبيرا بريئا وسألها إن كانت لا تعرف، في إشارة إلى علاقته الحميمة مع تانيا. في تلك اللحظة صارت تانيا تحتهما مباشرة وراقبها الأولاد وهي تنظر إليهما. في تلك الليلة عاد روبن إلى المنزل مع تانيا وانتهز الفرصة ليعترف بحبه لها. فاجأ هذا تانيا وتعقد الموقف عندما سألها الصبي إن كانت تحبه أيضا. عندما لم تقل شيئا علق روبن بأنهما مرا بالكثير معا وأنه ربما يجب أن تكون بينهما علاقة، لكن تانيا لم تستسلم
متظاهرة بالارتداك. من جانبه سأل الشاب إن كان يثير اشمئزاز كيلا. في تلك اللحظة ظهرت الفتاة من إحدى الغرف وواجهت روبرت، وسألته لماذا يجب أن تشعر تانيا بالاشمئزاز منه إذا كان هو الوحيد المثير للاشمئزاز، وخاصة بسبب ابتزازه. كما هو متوقع سخرت كيلا من إعلانه حبها، قائلة إنه ليس غيورا فحسب بل مجنون أيضا. في لحظة غضب دفع روبن كيلا إلى الحائط مهددا إياها بإيذائها. دافعت عنه، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. قبته كيلا محاولة بوضوح إزعاجه. على الرغم من أن روبن ابتعد ومسح فمه، أصرت كيلا على قبلة تانيا أمام روبن. تصاعد المشهد، وأصبحت المعلمة في النهاية على علاقة حميمة مع طالبتيها. في المشهد التالي يجلس روبن بجانب معلمته التي تخبره أخيرا أنه عندما كانت صغيرة استغلها أحد معلميها، فصورها وهددها بفضحها، مما دفعها إلى التزام الصمت بشأن الإساءة. ثم يشرح أنه التقى بكيلا خلال تلك الفترة، مما ينقلنا إلى ماضي المعلمة، حيث نرى فتاة صغيرة من تانيا بجانب طالبتها الحالية. ما بدأ كصداقة تطور تدريجيا إلى شيء أكبر، حيث قضت الفتاتان وقتا معا في مشاركة المرح. في أحد الأيام اعترفت كيلا لتانيا بحبها، ورغم أن المعلمة حذرتها من صغر سنها، أثبتت كيلا أن هذا ليس عذرا لتجنب ما شعرت به. بالعودة إلى الحاضر، أخبرت تانيا روبن أنها فعلت ذلك رغم علمها بأنه ليس صوابا. أخيرا طلبت منه ألا يؤذي كايلا. عندما عاد روبن إلى الفصل لامها زملاؤه على استقالة تانيا. مع ذلك أكد الصبي أن كيلا ربما كانت السبب وليس خطأه، دون أن يقدم أي تفسير. بمرور الوقت تخرجت الشابات، وألقت كيلا كلمة التخرج، متبادلة كلمات مؤثرة مع الفصل بينما كان روبن يجلس بالقرب من جهاز كمبيوتر. ثم فهمنا أن الصبي ينوي مشاركة فيديو كيلا وتانيا مع الجميع بهدف إهانتها، لكن دموع الفتاة منعته من تنفيذ خطته. في النهاية رأينا كيلا تتأمل مشهد المدرسة بينما يقترب روب. في تلك اللحظة أخبرته الشابة أنها ستدرس بجد وستصبح غنية، ثم تبحث عن تانيا. رد روبن بأن لديهما نفس الخطط، مما خفف من حدة الموقف. وأخيرا ذكر أنهما كقطة وكلب يبحثان عن صاحبهما، مقرا بأنهما فقدا صوابهما بسبب معلم أصبح حبا مستحيلا.